بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعين قناة ممر حبيب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون أفضل من العيد. طبعا وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. طبعا أنا مقصرة معاكم، اعذروني لأن أنا كنت بزوج بنتي، وعقبال كل الحبايب يا رب، عقبال كل حبايبكم تفرحوا بيهم إن شاء الله. النهارده بإذن الله هنتكلم عن طريقة تنظيف الجمبري الجامبو اللي قدام حضراتكم دوت، وازاي بنزيل الكيس الرملي اللي فيه ظهر الجمبري الجامبو زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله. في البدايه طبعا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبنبدا نغسل الجمبري اللي معانا. انا كنت جايبه كيلو ونص، كيلو ليا ونص طبعا للعروسه. الميه دي عقبال كل حبايبكم. ببدا اغسله زي ما حضراتكم شايفين كده كويس، واشيله من الميه المتسخه اللي هو فيها. لازم اغسله الاول كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. غسلته كله اهو، شلته بالشكل ده، وهبدا ادلق بقى الميه الوحشه دي واجيب ميه نظيفه تاني. ببدا انزل بقى بالميه النظيفه. ميه نظيفه زي الفل اهي. ابدا انزل ببقيه الجمبري بتاعي، ميته زي الفل اهي، ميته زي الفل اهي زي ما انتم شايفين. ببدا اعمل ايه؟ ببدأ طبعا يا ست الكل، وبجيب الجمبرياية بشيل راسها زي ما حضرتك شايفة كده. اي شيء اسمر بشيله، اي شيء احمر عند الدماغ بشيله. وببدأ ان انا اشيل كمان الرجول والديل. كل القشور دي مش لازماني، طبعا برميها في الزبالة، وممكن اغسلها كويس جدا واعمل بيها شوربة بالقشور دي والراس بعد ما يتم غسلها كويس. طبعا يا ست الحبايب ما تخافيش ان الجمبرية تتقطع تحت ايدك، يوم عمرها ما تتقطع، هي ماسكه في بعضها كويس جدا. بقت معايا نظيفه زي الفل اهي. ببدا اشيل الديل، لازم اشيل الديل كويس وبحذر علشان خاطر ما يطلعش فيه لحم معايا. هنبدا دلوقتي فتح الجمبري. بجيب ظهر الجمبريه زي ما حضرتك شايفه، وبفتح فتحه بسيطه جدا جدا جدا. وادي الكيس الرملي قدامي اهو. ببدا ان انا اشيله بالراحه، بشده بالراحه جدا جدا اهو. بيطلع معايا بكل سهوله لحد الديل اهو يا ست الكل، ما فيهوش اي حاجه، ما تخافيش خالص ان يتقطع منك الكيس الرملي. بقت معايا زي الفل اهي. عاوزه اقول لحضرتك على حاجه يا ست الحبايب. انا جبت الكيلو جمبري ب 250 جنيه. وجيت طبعا وجبت النص التاني ب 125. فجيت اقول لها عايزه كيس احط فيها كيستين بدل ما يغرقوني، لان كنت جايبه زوزو من المدرسه. فلقيتها كاتبه على الجمبري، تخيلوا كام؟ 270 جنيه. يعني في ما فيش ثانيه، يا دوب عديت حته بسيطه وجيت رجعت تاني لقيتها حاطه 20 جنيه زياده على كيلو الجمبري. يعني لو انا كنت جيت متاخر كنت هاخده ب 270 جنيه. فده طبعا بيبقى جشع تجار، وهم اللي بيزودوا الاسعار بمزاجهم. وطبعا سالت عليه عند واحد تاني قال لي 280 جنيه. بص يا ست الكل، هنا هوريكي طريقه كمان. نفس الطريقه مره كمان اهيت بعيدها لك. بسن السكينه بتفتحي من عند الراس كده فتحه بسيطه خالص زي ما حضرتك شفتي. وادي الكيس الرملي بمسكه بالراحه جدا وبشده بكل سهوله، هيطلع معايا. ما تخافيش خالص وانتي بتشديه، وجمدي قلبك، الجمبريايه مش هتعضك يا ست الحبايب. اهي طلعت اهيت زي الفل الحمد لله. لو عجبكم الفيديو لحد هنا ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني ان شاء الله كل جديد، والقناه تكبر بحضراتكم. القناه طبعا في الاول وفي الاخر هي قناتكم قبل ما تكون قناتي ان شاء الله تبارك وتعالى. عاوزه اقول لحضرتك معلومه مهمه جدا يا ست الكل. ازاي تعرفي ان الجمبري ده طازه؟ لو خيط الرمل بيتسحب معاكي بكل سهوله من الظهر وما بيتقطعش معاكي. طبعا هو لما بيوصل لنا هنا الجمبري بيكون بيمر بمراحل كتير وساعات كتير، فما بيكونش الجمبري طازه للدرجه المطلوبه. لكن بيكون طازه وسهل في شيل كيس الرمل من ظهر الجمبري الجامبو، زي المناطق الساحليه زي الاسماعيليه والسويس. بيكون الجمبري طازه فبيتشال بكل سهوله. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا الجمبري بتاعي بيتشال معايا بكل سهوله، فهو جمبري طازه لان انا جبته بدري وانا بجيب زينب من المدرسه.
طبعا دي الطريقه التانية اللي بشيل فيها الكيس الرملي من الجمبري الجامبو. لما بلاقي الكيس الرملي بيتقطع معايا، بقوم جايه فاتحه الجمبريه من الظهر زي ما حضراتكم شايفين، من الظهر خالص كده اهوت، وبشيل الكيس الرملي بكل سهوله. ده لو اتقطع معايا الكيس الرملي، فبفتح الظهر كله زي ما حضرتك شايفه، وببدا اشد الكيس الرملي زي ما حضرتك شايفه بكل سهوله. حبايب قلبي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، وقراءة القرآن الحكيم ولو آية واحدة في اليوم، وتدبرها على مراد الله تبارك وتعالى، والعمل بها على مراد الله تبارك وتعالى. وفي نهاية الفيديو أشوفكم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته.